السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا تعالوا معايا نبدأ كده وصفتنا النهاردة. هنعمل النهاردة سندوتشات الهمبرجر الخطيرة الغرقانة في الصوص الخطير ده يا جماعة، بجد طعم تحفة جدا. بنص كيلو لحمة مفرومة بس هنعمل الهمبرجر في البيت، وهيطلع معانا كمية وفيرة جدا، وممكن كمان نشيل منها لتفريزات رمضان، وهتطلع معايا قطعة الهمبرجر عالية كده واخدة لون حلو معايا ومش هتفك مني ابدا. وهنعمل اهم الصوصات اللي موجودة في ماكدونالدز اللي بتحلي اي ساندوتش، بجد تحفة. لو انتي كمان ما عندكيش المكبس الهمبرجر، تعالي اقولك على طريقة هايلة جدا وفكرة حلوة جدا تعملي بيها الهمبرجر، مش هيفك معاكي ابدا، ولا على شواية ولا في زيت هتقليه، هيفضل كده متماسك ومحافظ على شكله لأكتر وقت ممكن. نقول بسم الله. معايا نص لحمة مفرومة، معايا بهارات ملح فلفل أسمر كمون حبهان مفروم وبصل بودر وتوم بودر ونص معلقة صغيرة بيكنج بودر، ومعايا كمان معلقتين كبار من البقسماط الناعم، ومعايا النهارده كيس من خلطة الهمبرجر الغنية بالبروتين، دي بتتباع في اي سوبر ماركت، تقدروا تجيبوها، هي حلوة جدا وبتزود معايا كمية الهمبرجر وبتخليه متماسك جدا معايا. انا مش هعرف اقول على اسمها النهارده علشان ما يبقاش اعلان في الفيديو. ومعايا كمان كاتشب، ومعايا مستردة اللي هو الخضر، ومعايا عسل، ومعايا كمان بصل 2 عدد بصل مفروم ناعم جدا ومتصفي كويس جدا من المية بتاعته، ودي خطوة مهمة جدا. ومعايا كمان 2 بيضة. اول حاجة هعملها هجيب بولة وافضي فيها خلطة البرجر معايا، وهنزل كده تدريجيا بالمية واحدة واحدة لحد ما اخلي الخلطة دي تبقى عاملة زي حبات الرمل بالشكل كده واقلب كده فيها بالراحه لحد ما توصل معايا للقوام ده. مش عايزاها عجينه سايله، لا، تبقى متماسكه شويه، تبقى زي حبات الرمل بس نقدر نشكلها بايدينا، هي كده هتبقى مظبوطه. هنزل بقى معايا باللحمه، وانا هنا نزلت من نص الكميه علشان الكبه بتاعتي صغيره، فهي مش هتكفي الكميه كلها. لو انتي الكبه بتاعتك كبيره تقدري تحطي المكونات دي كلها مره واحده، مش هتزعلك في حاجه وهتخلص معاكي بسرعه. ونزلت كده بقى بكل المكونات والبصل المفروم. البصل يا جماعة لازم يكون متصفي كويس جدا، ودي من انجح الطرق اللي ممكن تعملي بيها في اي وصفة، سواء بقى برجر او كفتة او اي حاجة، ان البصل يكون متصفي كويس جدا. ونزلت بمعلقتين كاتشب كبيرة، ومعلقة مستردة كبيرة، ومعلقة عسل صغيرة. نزلت على المكونات كده، و2 بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة. نزلت كده على المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، وهضربهم بقى كده كويس جدا في الكبة بتاعتي، او ممكن تعملي الخطوة دي بايدك، بس الكبة حلوة جدا هتنعم معاكي اللحمة كويس جدا، وهتطلع معاكي قطعة الهمبرجر ناعمة جدا من بره، فياريت يكون بالكب. لو عايزة بقى بايدك اعمليها مثلا يعني اضربيها كده كتير، برضه هتطلع ناعمة معاكي، هتحاولي ان شاء الله تظبطيها. هنزل بقى بباقي المكونات معايا، باقي اللحمة والمكونات بتاعتي بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية خالص، علشان الكل ياخد ضرب واحد، يبقى كله مستوى واحد بالشكل ده كده. خلصت، هقلبهم بقى على بعض، وهتبقى معايا كده عجينة، هتبقى مش ملزقة، يعني امسكها بايدي كده ما تبقاش ملزقة، واخد حتة كده واشوفها تقدر تتشكل معايا من غير ما تلزق مني، وتبقى ناعمة كده كويس جدا من بره. بصوا ناعمة ازاي كده، هي جاهزة معايا للتشكيل. علشان بقى ما عنديش مكبس البرجر، انا هعمل ايه؟ هجيب كيس تلاجة هفرده كده على الرخامة بالشكل ده، وهاخد بالمعلقة على قد قطعة البرجر اللي انا هعملها، يعني انا هاخد معلقة كبيرة تبقى مليانة. القطعة دي كبيرة، لو انت عايزة صغريها عن كده صغريها، وهبدأ كده ألفها في الكيسة بالشكل ده من جميع الجناب لحد ما تبقى كورة كده معايا، والفها كده، اقفل عليها كويس جدا، واضغط عليها على الرخامة، وابدأ افتح واحدة واحدة اللي انا لفيته كده بالشكل ده، واضغط تاني بنفس الشكل، واضغط بايدي كويس جدا على الرخامة علشان تتكبس كويس جدا وتديني شكل البرجر اللي انا عايزاه، ويبقى السطح بتاعه ناعم جدا كده زي ما انتي شايفاه بالشكل ده.
هضغط عليها تاني عشان القطعة دي كبيرة، انا عايزاها يعني وسط. لو عايزاها اقل من كده او اكبر من كده عادي، تقدري تتحكمي في قد كمية البرجر اللي انت هتحطيها. بصوا طلعت ناعمة معايا ازاي، حلوة جدا، مش مشققة، مفيش اي بصل بارز منها خالص، مفيش اي سوائل طالعة منها، هي مفرومة كويس جدا. تعالوا نعمل واحدة كمان. هنزل كده على قد قطعة البرجر اللي انا هعملها على كيس في النص، وهقفل كده عليها بالشكل ده لحد ما تبقى كورة كده معايا، والفها كده كويس جدا بالشكل ده. وهبدأ بقى اضغط عليها كده على الرخامة وافك الكيس واحدة واحدة علشان يديها مساحتها كويس جدا، ان هي تاخد شكل مدور كويس كده بالشكل ده. وهضغط عليها كده بايدي على الرخامة اهو، احسن من المكبس، وهتطلع معاكي القطعة ناعمة جدا، وتقدري تتحكمي كمان في القطعة ان هي تبقى كبيرة او صغيرة على حسب ما انت عايزة. وهتطلع برضو معاكي مقاس واحد، هتحكم فيها زي مقاس واحد، ان انا هحط في المعلقة الكمية المحدودة اللي انا عايزاها، وهتطلع كده ناعمة معايا بالشكل ده. بصوا حلوة ازاي، مش مشققة ولا اي حاجة. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها وتخلصي بيها بسرعة، وتطلعي منها كمان كميات حلوة جدا، بجد هايلة جدا. بصوا يا جماعة، لو هفردها كده او هتنيها في اي اتجاه هي كده سهلة جدا، يعني مش هتشقق معايا خالص ولا هتقطع معايا خالص. حتى لو قليتيها في الزيت او عملتيها على الشواية البصل مش هينزل منها، هتفضل محتفظة بشكلها جدا بالشكل ده. بس كده خلصت الكمية اللي معايا، نص كيلو لحمة عملت معايا 16 قطعة. حطيت بينهم كده ورق كيس ثلاجة بالشكل ده. وادي القطعة اهي بعد ما سبتها شوية، يعني انا سبتها شوية على جنب، ولا نزلت عصارة معايا ولا اي حاجة، وهي محتفظة بشكلها. وكده جاهزة معايا بقى الصوصات اللي انا هعمل بيها السندوتشات معايا بتاعة البرجر او اي سندوتشات انت عايزاها. انا هستخدم النهاردة بصل متقطع مكعبات صغيرة جدا، وكمان هستخدم كاتشب، وهستخدم كمان عسل، وهستخدم مستردة، وهستخدم كمان خيار مخلل وبرده مقطعاه مكعبات صغيرة جدا، وكمان مايونيز هستخدم كده قد معلقة كبيرة، هحط من كل حاجة معلقة، والعسل كمان. وده الصوص الاول معايا، هيبقى عبارة كده عن بصل وكاتشب ومايونيز وكمان عسل ومستردة ورشة فلفل اسمر، وبس كده. انا لقيت اللون فاتح معايا شوية، هبدأ ان انا انزل كمان كاتشب علشان اللون يغمق معايا ويديني نفس طعم الصوصات اللي احنا بناكلها من بره. هاجي اعمل الصوص التاني، هنزل بخيار المخلل كده، وكمان عليهم البصل، كل دول متقطعين مكعبات صغيرة جدا، وهنزل بكاتشب. هفضل كده اظبط لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه واللون اللي انا عايزاه. وكمان عسل نحل قد معلقة برضو، وكمان المايونيز على قد معلقة كبيرة بالشكل ده، وهقلبهم كده بالشكل ده. ده صوص وده صوص تاني خالص. هيوصل معايا كده للون دوت. هحاول برضو ان انا اغمقه شوية، هنزل عليه بشوية كاتشب بالشكل ده. كده بقى جاهز معايا. بجد يا جماعة الصوصات دي خطيرة جدا بجد، في الساندوتش كانت حلوة جدا حقيقي، جربوها تعجبكم جدا. طيب مش هنكتفي كده بس، لان في ناس كمان مش بتحب الهمبرجر كده بالصوصات دي بس، بتحب كمان معاها طحينة. هنعمل الطحينة باسهل طريقة ممكنة. دول طحينة حطيت عليهم معلقة كبيرة دقيق ابيض، وكمان نص معلقة كمون وملح وفلفل اسمر ورشة شطة صغيرة وعصرة ليمونة، وكمان نص معلقة خل
وهنزل كده بالميه تدريجيا وبالشوكه كده اقلبها. دي اسهل طريقه للطحينه ممكن تعمليها. بس كده انا معايا الثلاث صوصات جاهزين للي حابب يحط اي حاجه. وكده بقى انا هبدا كده اخد الصوصات هنزل بيها كده في الساندوتش بتاعي. لو انت عايزه تعملي الساندوتش صدمه بالزبده على النار في اي جريل او اي طاسه عندك ممكن تعملي الخطوه دي. لو مش عايزه تعملي خالص عادي جدا. انا ما عملتش هنا. وهبدأ كده احط الصوصات على حسب اللي عاوز. في حد عاوز ده وحد مش عاوز صوصات خالص. فانا هبدأ اعمل كده السندوتشات بالشكل ده. بصوا هنا الهمبرجر انا عملته واخد لون حلو جدا معايا. انا ما شويتوش، انا عملته في الزيت على النار كده، قليته بشوية زيت صغيرين جدا. بصوا طالع لونه حلو ازاي، والقطع معايا مرتفعة بشكل حلو جدا بجد. ريحته حلوه جدا وطعمه متماسك ومنزلش معايا ولا حبه بصل في الزيت وحرق الزيت والكلام ده لا خالص. هو كان متماسك ومحافظ على شكله كويس جدا. هبدا بقى ان انا اجهز السندوتشات بتاعتي واحط الصوصات كده على حسب الرغبه بالشكل ده. وهحط طماطم. انت عايزه بقى تحطي جوه الجبنه اللي هي الشرايح دي حطيها. عاوزه تحطي كمان اي حاجه يعني كابوتشي حطي. عايزه تحطي حلقات فلفل رومي كمان حطي. هو على حسب كده. احنا عندنا بنحبه كده. بس احنا كمان لما بنبقى في المحل بره بناكله في المطعم الولاد بيشيلوا كل الحاجات دي. وعندي كمان جزء من الولاد بياكلوا الحاجات دي من غير اي صوصات ومن غير اي حاجه فيه جوه. فانا حبيت اعمل كده ارضي جميع الاطراف واعمله كده بالشكل ده. بصوا الصوص يا جماعه بجد حلو قوي قوي بجد، هيعجبكم جدا، جربوه. بصوا قطعه الهمبرجر حلوه ازاي، مرتفعه واخده لون حلو جدا معايا. الوصفه دي على ضمانتي، جربوها. وكده انا خلصت السندوتشات بتاعتي بجد. عملت كميه حلوه جدا معايا وشلت كمان منها في الفريزر. اقول لك كمان تشيليها ازاي في الفريزر، بنفس اللي انا رصيته كده في الكيسه على جنب هرصه فوق بعضه وهحطه في الفريزر في علبة محكمة الغلق. وخلاص كده اطلع منه زي ما انا عايزة. المهم يبقى فيه كيس ثلاجة بينهم علشان اقدر اطلع قطعة قطعة اقدر اعملها. بس كده بصوا الصوص حلو ازاي يا جماعة، كمية حلوة جدا. بس كده دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك.